ايه وبعد ما جوزته خلاص صار بده يعني انا شقشل فيها واخدمها. بقى توعي لحالك بهالخطبه تقبريني. تقبريني وين من غير شر محروستك؟ انا قلت لك تفضلي لانه عرفانتك ماشيه على الدرب اللي انا مشيت عليه، وحبيت انصحك لحتى ما توقعي بالجوره اللي انا وقعت فيها تقبريني. ان شاء الله بتسلمي الهي، كتر الف خيرك. بتعرفي قصه الحمايه يلي عندك انتين شو قالت؟ لا والله شو قالت؟ من أول كنينة لحمي من هداب، ومن تاني كنينة ودتني على الكتاب، ومن تالت كنينة طاطا شعري وشاف، ومن تالت كنينة طاطا شعري وشاف. من أول كنينة لحمي من هداب، ومن تاني كنينة ودتني على الكتاب، ومن تالت كنينة طاطا شعري وشاف، ومن تالت كنينة طاطا شعري وشاف. من أول كنينة لحمي من هداب. رقيق. ومالك علي يمين تحلفيني؟ ان شاء الله بروح تنتيف اذا كنت عم اكذب عليكي. سلامتك يا اختي، سلامتك صادقه. ان شاء الله ما بيصبح علي الصباح اذا كنت عم اكذب او اذا كنت عم راوي. يا اختي صادقه صادقه والله صادقه. وهي جوزي قدامك، اساليه اذا انا كنت عم اكذب عليكي. يا اختي صادقه والله صادقه، حدا عم يكذبك يو؟ ايه ستي، قديش طلبتي نقد المحروسه من الجماعه اللي قبلنا؟ لحتى تعرفي اني انا ما بكذب ان شاء الله. ابو فهمي؟ نعم. حق انا حكيت الا مثل ما صار معنا مع الخطابين اللي اجونا امبارح ولا لا؟ المخلوقة عم تقلك صادقة صادقة، ليش عم تحلفي وتتحلفي؟ حدا حاطك على كرسي الكهرباء وعم يستنطقك؟ لا، لحتى تعرف اني انا ما بكذب والحمد لله. يا اختي صادقه والله صادقه، حدا عم يكذبك يو؟ ايه ستي، قديش طلبتي نقد المحروسه من الجماعه اللي قبلنا؟ ان شاء الله ما بكون كذابه اني طلبت نقد بنتي مسره 2000 متقدم و3000 متاخر وبيت للسكنه لحالها. شي حلو، وما بدها صانعه وعشيه ومربيه وخدام على الباب؟ بلا، هدول نحكي فيهم بعدين. ايه لا، يلي اوله شرط اخره سلامه، قال شرطا بالحقله ولا خناقه بالبيضه. في عاد هلا عروسه بتسكن لحالها بدون صانعه؟ لا ايوه، لازم يكون كل عروسه عندها صانعه. وتقبريني ما بدها جاريه تكبس لها رجليها وتفرك لها اصابيعها روحي. وليش عم تتمقلسي بعدي؟ والله بنتي بيلبق لها اكثر من هيك. ليش اللي عندهم صانعات وخدم وحشم احسن منها؟ يهلك عن تقبريني. قال لابق يا شلابه، قال يا اهل شبقبق، لابق لبقبق شبه وشبقبق. يخزلت العين حولك على هالامثال اللي بتجرح. اللي كان على ايش عم تطلبي هالطلبات يلي من غير وعي؟ والله لو كنتوا من الجماعه يلي عندهم خدم وحشم واجينا نخطب من عنكم وطلبتوا هالطلبات بنقول يعني الحق معكم، لكن انتوا درويش ونحن درويش، على ايش نفخ البرابيش يا مو؟ والله يا اختي من حكم برزقه ما ظلم، وانا بنتي ما بجوزها الا على هالشروطات. ايه ام مسرة، ليش عم تصعبي السيرة على الجماعة؟ انت اسكت ما دخلك. لك شلون ما دخلني؟ شو انا الثاني مالي ابوها ولا مرضعتها انا؟ لو كنت ابوها كنت بتدور على راحتها وبتعرف شلون تجوزها. لك لازم نجوزها يعني بشروط ومعاهدات؟ الجماعة أوادم ومحشومين وعم يدوروا على أمثالهم وعلى قولة المثال يلي مثلنا تعوا لعنا. شوفي أبو العريس شلون ما شاء الله وشه كبة نور.